بص، انا اخر فيديو منزله يجي من شهر، فانا حته الريتش والفيوز دي مش فارق معايا قوي، لان كده كده اوريدي انا عارف ان انا بعمله ده مش صح، بس لان انا كده كده مش فارق معايا الحته دي. انا فارق معايا اكتر ان انا جربت حاجه، اتعلمت حاجه، خدت وقت عشان اتاكد من صحتها وانها فادتني فعلا، بعد كده انقلها لك. وهو ده غرضي من القناه دي. حاسس ان انا عندي حس توصيل المعلومه دي، فبحاول ان انا لما اتعلم حاجه ان انا انقلها لك مش اكتر. خلال الشهر اللي فات ده من ساعة ما نزلت آخر فيديو قابلتني مشكلة كبيرة، واللي هي بتقابلكم أنا عارف، واللي هو لما بنحط هدف ونحط نظام عشان نوصل للهدف ده. يعني ولنفرض أنا هدفي عندي درجة معينة عايز أوصلها في الكلية، درجة معينة عندك في الثانوية عايز توصل لها، وزن معين عايز توصل له، شغل معين عايز توصل له. عرفنا نحقق أنا وأنت ونحط هدف، وحطينا خطة واضحة جدا ما تخرش المية نمشي عليها. اي حد يقدر يعملها. لو جبت حد في سته ابتدائي قلت له يا عم اعمل لي جدول، انا في ثانويه عامه وفاضل لي 20 يوم، لو قلت لتشات جي بي تي اعمل لي خطه، انا مراكم وما راجعتش، وفي ال 20 يوم دول انا عاوز اراجع واكسر الدنيا، تشات جي بي تي هيعمل لك جدول ما يخرش الميه. بس المشكله مش في الجدول، المشكله مش في النظام، المشكله مش في الهدف، المشكله في ان انت تلتزم في قوه الاراده بس. هو ده كانت المشكله طول الشهر ده الحقيقه، ان انا بحاول الاقي يعني حل، تريك، حاجه هاك كده، حاجه اعملها تسهل عليا الموضوع. الحقيقه ان انا ما لقيتش، بس لقيت حاجه حلوه في الطريق وانا بدور. بس كان لازم ان انا ارجع ورا شويه، 1400 سنه، مش حاجه بعيده قوي يعني. في الصحراء في مكه كان في حاجه اسمها العبوديه، ما كانتش في مكه بس، كانت في العالم كله يعني عامه. في الوقت ده العبوديه ده موضوع بسيط خالص، ان انت بتتملك انسان زي ما انت بتتملك العربيه، بتتملك الموبايل. الموبايل ده لو انا خبطته في الحيطه حد هيجي يقول لي حاجه؟ لا، ده ملكي، صح؟ كذلك انا بيبقى عندي بني ادم انا متملكه، لو عذبته، لو عملت فيه اي حاجه انا متملكه. وحقيقه على قد ما الموضوع ده قاسي شويه، لان ده كان الحقيقه المره على فكره. ما تستغربش، لحد من 200 سنه كان لسه الموضوع ده موجود، فعادي يعني البشر ياما بيخترعوا حاجات. ليه رجعت 1400 سنه ده في مكه؟ كانش لسه في الاسلام، كان في الكفر، وكان برضو من ضمن العبيد ده حد بيسمى بابن السوداء، لانه امه سوداء، كان عبد، ما كانش ليه راي، ما كانش ليه اي حاجه، كان ولا حاجه، ما حدش كان يعرف عنه اي حاجه، زيه زي اي عبد. كان ممكن ان هو يعيش ويموت ولا حد هيسمع عنه حاجه، لحد ما ظهر الاسلام. ساعتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جيب الاسلام ونشر الرساله. كان اتنين تلاته هم اللي اسلموا، وكان واحد منهم هو العبد ده اللي اسمه سيدنا بلال ابن رباح. سيدنا بلال اول ما اسلم، هو اولا كانت حاجه غريبه ان هو عبد يكون له راي ان هو يتبع دين غير الدين بتاع اسياده اللي بيمتلكوه. ده كان حاجه ما تفتكرش انها عاديه خالص مبدئيا. لو كان شخص حر اسلم كان عادي، لكن عبد يسلم ده كان موضوع صعب شويه. وتخيل انت بتتملك عبد ودخل في دين غير الدين بتاعك، هم ساعتها كانوا كفار، فمسكوه. وطبعا هم اليوم الحق ان هم يتصرفوا فيه زي ما بيتصرفوا في اي حاجه، فمسكوه وعذبوه عذاب انت لا يمكن تتخيل. انا هوصف لك بس شكلين من اشكال العذاب دول. ان هم مثلا كانوا بيقعدوه على الرمله، مكه كانت رمله سخنه جدا، فبيقعدوه ويحطوا عليه حاجه بسيطه جدا، صخره كبيره جدا 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 يحطوها على صدره. تخيل صخره على صدرك بتعلم فيك بعد ما بيشيلوها، وانت حرفيا مضغوط في الرمله. شفت الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب اللي هي بتاعت المكبس اللي بينزل بيضغط ده؟ هو نفس المنظر، عايزك تتخيله دلوقتي بس على بني ادم حقيقي عايش. تمام. تاني منظر وهو حاجه انا عمري ما كنتش اعرف ان ممكن البني ادم عقله يجيبوا له حاجه زي كده. هم عارفين ان المعدن بيوصل الحراره كويس قوي، فجابوا معدن، حاجه كده معدنيه، لبسوها له وسابوه متكتف في الشمس. المعدن بيمتص الحراره، الحراره بتتنقل لجلده، جلده بيبتدي يسيح. تخيل العذاب الجسدي والنفسي اللي هو كان بيتعرض له. ملوش حد يدافع عنه ولا حاجه، لو مات ولا حد هيسمع عنه. طيب، سيبك من الموقف ده وخش على الموقف التاني. وقتها ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله ادى رخصه للناس دي. انتوا عايزين منكم ايه؟ عايزين تكفروا؟ ماشي، قولوا لهم ريحوهم، قولوا لهم اللي هم عايزين يسمعوا، قولوا لهم ان احنا كفرتوا. بيقولوا لهم سيبوا محمد عادي، لو انتوا ثبتوا سيدنا محمد في رخصه، لان انت في وضع انت هتموت لو ما عملتش كده. فساعتها ماشي. ناس كتيره ساعتها مشوا ورا الرخصه، وده ناس لا يقدح في ايمانهم شيء، دول من الصحابه. بس سيدنا بلال يعني هو كان عايش طول عمره في العبوديه وفي الذل، الا انه وضع هدف عالي قوي. انا عاوز اعلى عن المستوى دي، انا عاوز برغم العذاب ده اصبر عشان خاطر ربنا، اصبر واوصل لمرتبه عاليه. وحط هدف عالي زي ما انا حطيت هدف عالي، زي ما انت حطيت هدف عالي. وزي اي هدف عالي للاسف فبيتطلب نظام ويتطلب تضحيه. التضحيه في الحاله بتاعته هو انه يستحمل العذاب ده لوقت طويل. تخيل ما استحملش العذاب بتاع حرقان جسمه والصخر عليه ده شهر، يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا اسبوع ولا شهر، استحمل مده لحد ما ربنا كرمه ونجح في الاختبار.
وصبر وتحمل ووصل اللي هو كان نفسه فيه. ومصر كلها، العالم الاسلامي كله عارف مين سيدنا بلال، على مر التاريخ عارف مين سيدنا بلال. نجح سيدنا بلال، نجح. مش نجح بس على مستوى الدنيا ان هو اسمه اتخلد وكان قريب قوي من الرسول، لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشره ان هو شاف من الجنه، ومن العشره المبشرين للجنه. سيدنا بلال كسب كل حاجه، خد كل حاجه، من العبوديه للعز، من الذل للعز، وصل لكل حاجه بيتمناها واكتر مما كنا يتخيلوا. كل ده بس عشان ايه؟ تحمل. ولو انت لسه لحد دلوقتي ما فهمتش هو ايه غرض القصه دي وايه علاقتها بان انت مش قادر تلتزم بالنظام اللي انت حاطه عشان الهدف، الموضوع قريب جدا جدا جدا. احنا وسيدنا بلال عندنا هدف عالي، احنا وسيدنا بلال عندنا نظام. سيدنا بلال عشان يوصل لهدفه كان بيتألم ألم جسدي جدا. اللي انت مش واخد بالك منه ان انت عشان توصل لهدفك ده انت هتتألم ألم جامد جدا جدا جدا. عشان تخس ال 20 كيلو انت هتتعذب وانت نفسك في الاكل وبتفكر فيه وما بتاكلوش. اتفرجت على فيلم اكس لارج؟ شفت لما حبسوا الممثل احمد حلمي لما اتحبس، لما كان في الفيلم تخين وكان بيتعذب بجد، اكنك جايب كروباج بتعذبه بيه. اصل الاكل منعه ده عذاب. انا وانت عايزين ننام بدري ونصحى، ننام بدري ونصحى بدري والكلام ده عذاب، ده مش حاجه ممتعه خالص. زباله، حاجه زباله. تمام. عايزين نخس نلعب في الجيم وكده بقى، وفاكر ان هو موضوع فاني ويلا ننزل في الجيم بقى وكده، الموضوع زباله. ممكن ما انت تتخيل، وانا اسف على الالفاظ. فاكر المذاكره بقى اللي هو ايه، انا هتحمس بقى عشان خاطر الكليه، انا هذاكر فالمذاكره ان شاء الله تبقى بسيطه بقى، انا عندي هدف وحاطه بقى وهتحفز بقى وشويه موتيفيشن وعندي بيربس وهوصل له وكده. المذاكره برضه هتفضل زباله. التحفيز والهدف ده اخره يحركك يوم يومين اسبوع بالكتير قوي، لكن انت تستمر سنه كامله في ثانويه عامه بتذاكر بس، ان انت تستمر سنه كامله على نظام غذائي ورياضه، ان انت تستمر سنه كامله في الشغل على حاجه ما بتجيبلكش حتى عائد او اي حاجه، ده مش سهل خالص. ده حاجه مؤلمه بجد. انت ممكن تقضي اول ساعه في المذاكره، لكن الست ساعات اللي بعد كده انت بتكون بتتعذب من جوه عذاب محدش هيبقى عارفه من اللي حواليك، انت بس اللي حاسه. وانت مش نفسك تذاكر بس مجبر تذاكر. بتعد دقيقه ورا دقيقه، امتى بقى هعدي الوقت بقى، امتى اخلص الورقه اللي في ايدي دي بقى. دقيقه ورا دقيقه ورا دقيقه ورا ساعه ورا ساعه ورا ساعه ورا يوم ورا يوم، انت عمال بتتألم وبتتحمل الألم ده. وللأسف هي دي الطريقة الوحيدة عشان توصل للهدف. زي ما سيدنا بلال كانت الطريقة الوحيدة عشان يوصل للهدف بتاعه هو إنه يتحمل الألم ده. فأنت وسيلتك الوحيدة عشان توصل للهدف وتجيب 96% وتشوف نظرة الفخر في عيون اللي حواليك، ده لازم تتألم، لازم تتألم. للأسف أنا مش جاي في الفيديو ده إن أنا أهون عليك وأقول لك إن الموضوع هيبقى سهل أو إن الطريق هيبقى سهل، أنا جاي أقول لك في وشك إن الموضوع مؤلم. الموضوع مؤلم، واللي هيفرق بينك وبين اللي حواليك مين هيوصل ومين مش هيوصل هو قدرتك على تحمل الألم ده. أنا جاي أقول لك إن المذاكرة مؤلمة، وإن الرياضة مؤلمة، وإن كل حاجة بتحاول إنها تغيرك للأفضل مؤلمة، وإن أنت لازم تتحمل الألم ده لو عايز توصل للهدف ده. طب انت جاي تأنبني وتقول لي اتحمل، وانا يعني انا لو كنت قادر اتحمل وانا كنت اتحملت ما كنتش سمعتك. طب ما هو ايه الحل؟ استحمل. هقول لك على حاجه، انا عاوزك بعد كده تبقى المذاكره او الرياضه دي بالنسبه لك لما تيجي تعملها ما تبقاش داخل بقى عليك ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه وهتعدي، لا، انت تبقى عارف انها صعبه وانت هتتحمل الصعوبه دي. وعايزك مثلا لما انت تكون في ماراثون زي الثانويه العامه، تخيل مثال معلش غريب شويه، تخيل ان انت كل ال 100000 واحد، فوق ال 100000 800000 طالب اللي في الثانويه العامه اللي بيتنافسوا على الدرجات دول، تخيلوا انتوا مش سباق مذاكره. على فكره هو مش سباق مذاكره، تخيل ان هو سباق على اكتر واحد هيتحمل الالم. ازاي؟ تخيل ان انا جبتكم كلكم، واسف على التعبير، وبتتجلدوا جلد، عارف انت الجلد اللي هو بتاع العبيد ده. فتخيل ال 800000 واحد دول بيتجلدوا، والوحيد فيهم او اللي بجد هيجيب درجات عاليه ويطلع من اوائل الجمهوريه هو اكتر واحد بيتحمل الالم، هو اكتر واحد عمال بيتضرب وبيستحمل عشان يوصل. عشان كده لما تلاقي عندك اوائل جمهوريه، معلش بعد اذنك بص لهم بنظره مختلفه شويه. الناس دي مش مجرد ناس ذاكرت وجابت درجات، الناس دي بتعرف تتحمل. الناس دي شافوا الم شديد جدا انت مش هتقدر تتخيله غير لما تجربه. الناس دي مش ناس عاديه. تمام، هي مش مجرد درجات. والثانويه العامه انا عارف انها سنه يعني كمستقبل ولا ليها اي حاجه، لكن تفرق في العقليه. الشخص اللي نجح فيها ده شخص اتحمل، بيعرف يتحمل الالم، فده شخص ناجح على المستوى بعيد المدى كمان. لو مش مصدق ان تحملك في سنه زي السنه دي او في حاجه معينه ممكن يفرق في حياتك كلها، كلنا عارفين تجربه المارشميلو بتاعت الاطفال الصغيره جدا ما يعوش على الدنيا سنتين ثلاثه وادوهم واحده مارشميلو، ولو كانوا صبروا ساعه ولا مده صغيره ربع ساعه هياخدوا حبه مارشميلو ثانيه. الربع ساعه دي بالنسبه لهم كلهم كانوا عذاب، في منهم اللي استحمل وخد وفي منهم اللي ما استحملش.
لقوا ان الناس اللي استحملت في تجربه المارشميلو وصبروا هم الناس اللي نجحوا بعد كده على المستوى بعيد المدى، لان هم عندهم اصلا القابليه ان هم يتحملوا. فكل اللي انا عايزه منك لو سمحت تتحمل. طب من الحاجات برضو اللي بتساعد الواحد على التحمل، خد بالك ان الالم ما يغلبوش المتعه. يعني لو انت قعدت تشجع نفسك، انا بص بقى ان شاء الله هكتب قدامي الهدف بتاعي عشان اتشجع، لا لا، مش التشجيع مش هيعمل حاجه. لان الالم، اللذه مش هتعمل حاجه. لو قعدت تامل نفسك انا ان شاء الله لما اخش كليه الطب بقى ده انا هاخد كذا وهيجي لي كذا وكذا وكذا والناس هتبص لي كذا وكذا، الكلام ده مش هيعمل حاجه. لكن حط الالم قصاده الم تاني. يعني انت عارف ان المذاكره مؤلمه، حط قصادها الم تاني. حاول ان انت تشوف نفسك على الوضع الحالي. لو انت مثلا بص لنفسك في المرايه، شوف لو انت مراكب، لو انت وزنك زايد، لو انت بقيت انسان كسول، مش افضل حاجه. شوف كل اللي الكسل وصله لك واللي عدم اتباعك للنظام وصله لك، وحول كل ده الالم. الالم ده كله حوله لغضب. الغضب ده تقدر تستثمره بعد كده. حول كل ده الغضب. كل ما تحاول ان انت تغير من نفسك وتتعرض لمشاكل، افتكر حالك الزمان. افتكر قد ايه انت كنت غضبان من الحاله اللي انت وصلت لها. خلي ده بنزينك اللي يوصلك. ده بس اللي انا عايز اوصله لك. النقطه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها ان انت اشتغل دايما ان انت تقوي عقلك، لان عقلك ده هو اللي قادر انه يكسبك الحرب ده او يخسرك الحرب دي. لا مفيش نقاش. مخك هو اللي هيكسبك الحرب او يخسرك الحرب. هو اللي يقدر، هو اللي خلى سيدنا بلال في عز ما هو كان بيتعذب كان يقدر ان هو يقول كلمه واحده بس، انا يقول الكلمه اللي هم عايزين يقولوها. كان ممكن اصلا لا اراديا من كتر الالم يقول الكلمه، الا ان هو صبر. مخه قدر يستحمل الوجع ده كله ولا اكنه حاجه. هو طبعا بيتالم بس مكمل، بيتالم بس مكمل. مخك مرنه من اول النهارده انه لما يتعرض لالم يكمل، لما يتعرض لالم يكمل. ما تعودش مخك انه يهرب من الالم. ما تتعودش مثلا وانت رايح الجيم تشرب كوبايه القهوه عشان تتشجع كده وما تحسش بالوجع يعني كام كده تسهل الموضوع عليك. لا لا، ما تحاولش على كل تفكيرك ازاي تسهل الموضوع، ازاي اسهل المذاكره، ازاي اسهل الرياضه، ازاي اعمل ايه عشان اسهل الموضوع. مش مهم تسهله، بالعكس انت خده كده بلعبيكه بصعوبته بكل حاجه وتاقلم معاه. وعود مخك انه يتعود على الالم بقى. لازم تعود مخك. لازم مثلا انا شايف ان الجيم من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي بتقدر تعودك. يعني مثلا انت حاطط نفسك دلوقتي على الجرايه، وانا مش هنزل من على الجرايه دي غير لما اعدي النص ساعه جري. بعد اول 10 دقائق بقيت هتموت وتنزل، بقى ايدك مش قادر. بص ايدك لوحدها كده اوتوماتيك عايزه تروح تدوس زرار البوز او زرار التوقيف. لا انت مش هتوقف. اكن لو نزلت انت هتموت، دي نهايه العالم بالنسبه لك وتكمل. كده انت بتمرن عقلك ان انت اول ما بتتعرض لالم انت بتكمل، اول ما بتكره المذاكره انت بتكمل. عوده ومرنه. الموضوع ده بيجي بالتمرين، ويوم عن يوم وساعه عن ساعه عمال بتتمرن وعمال بتشتغل، ان شاء الله هتوصل وهتبني عقليه. وخلي ده دايما قدامك. انا عايز ابني عقليه عشان اغير من الحال اللي انا وصلته ده لحال افضل، لحياه افضل انا نفسي فيها. هتبقى حزين في الاول، هتبقى حزين كتير وهتبقى مكتئب من كتر الوجع وانك انت شغال، بس اوعدك ان انت في نهايه الطريق هتلاقي حاجه جميله جدا. فحاول ان انت تستحمل، وان شاء الله يا بطل اشوفك في احسن ما تتمنى.